النرجسية ويعني ايه النرجسية وازاي ان انا اعرف ان زوجي او زوجتي نرجسية. كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها، ربنا يديكم الصحة وراحة البال والسعادة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الفيديو عن النرجسية. طبعا بتسمعوا عنها في فيديوهات كتير قوي، وعايزين تعرفوا ازاي نعرفهم. يعني كل الناس اللي حوالينا، لو انت في شغل، لو عايز تعرف زوجتك او لو عايزة تعرفي زوجك، لو عايزة تعرفي كل التفاصيل دي، لو انت في شغل، لو انت عايزة بقى في ناس محيطة ليكي جيرانك كده، فهقول لكم على شوية الصفات دول. ولو لقيتوها طبعا اغلبيتها في الشخص الشخص او الشخصيه اللي قدامكم، تعرفوا ان شاء الله ان هي على طول نرجسيه او نرجسي بالصفات الموجوده عندنا دي. يلا بينا نخش الفيديو. اول حاجه، هو بيبقى شخصيه او هي بتبقى شخصيه. طبعا احنا هنتكلم عن الاتنين لان هي بتبقى شخص، يعني بتبقى ست او راجل. بس طبعا في المجتمع بتاعنا ده متزعلوش مني، بيبقى اكتريتها في الرجاله، لانهم طبعا لو هو زوج بيبقى متحكم في كل حاجه، فبيبقى هو اللي بيبقى الشخصيه دي. وبيبقى يعني في بعض الاحيان بتبقى زوجه، ولو في افراد بعيده بيبقى طبعا ست او راجل، مش فارقه. اول حاجه بيبقى طبعا شخصيه عنيده جدا. يعني العند مش اللي هو الطبيعي، لا، العند اللي هو عند في كل حاجه، لمجرد العند. النقطه اللي بعد كده، دايما بيقارنك او بتقارنك بالاخرين. يعني مش عاجبها اي حاجه خالص، يعني اي صفه، لا ده فلان، لا ده فلانه، لازم يحطك او تحطك في مقارنه مع حد تاني. النقطه اللي بعد كده، بيبقوا كدابين. يعني والله الكذب ده في دمهم، الكذب لمجرد الكذب، يعني حتى لو حاجه ما تستدعيش الكذب. يعني في شخصيات بيبقوا يعني بطبعهم كدابين، بس الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة بيبقى الكذب في كل حاجة، يعني حتى لو حاجة ما تستدعيش الكذب هو الكذب برضه. النقطة اللي بعد كده، بيبقى او بتبقى مش مجاملين خالص، اللي هي بتبقى حتة اني انا صريح او انا صريحة. يعني دي اللي بتبقى الحجة اللي عندهم، ان احنا صراحة، بس على فكرة دي ما بتكونش صراحة خالص. اللي بيبقى بالطريقة دي ما بتكونش صراحة. اللي هي فيه صراحة اللي هي بتبقى بالأدب، أو بنتكلم بقول رأيي بكل أدب من غير ما أجرح اللي قدامي. إنما إن أنا ممكن مثلا أقول رأيي ومش مشكلة يجرح اللي قدامي، مش مشكلة يكون الطريقة مضايقاه أو مش عاجباه أو أي حاجة. لا، مفيش مشكلة إن أنا أقول، وبعد كده أقول إيه، أصل أنا صريح. بس دي مش صراحة. النقطة اللي بعد كده، أي حاجة هتقول عليها يمين هيقولوا عليها شمال. يعني انا مثلا عايزه اعمل الحاجه الفلانيه، لا، لازم اقول عكسها وخلاص. هو كده. يعني علشان انا ابقى شخصيه كده لازم ابقى كده. إيه مثلا، طب نعمل كذا، لا هو نعمل كذا حتى لو الراي غلط، حتى لو الراي غلط. فهو يعني دي الصفات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. مش اي حد يكون نرجسي، او مش اي حد تكون نرجسيه. لازم يكون فيها الصفات الغريبه دي متجمعه في شخص واحد. النقطة اللي بعد كده، اللي هو لما نيجي نهزر فتبص تلاقي بيسخر او بيتريق زي ما احنا بنقول. لازم تلاقي الهزار فيه حتة كده مش لطيفة. وبعد كده ييجوا يقولوا والله ده احنا كنا بنهزر، يعني انتوا ليه بتزعلوا كده، ده احنا بنهزر. هو على فكرة ما بيكونش هزار، هو بيكون جد، بس فيه حتة هزار كده علشان ايه، الاشخاص الباقية يتقبلوها. فهو زي ما انا بقول لكم كده، تبص تلاقي الهزار بتاعهم مش هزار. الهزار بيكون ان احنا نضحك، ان احنا حاجة نتقبلها كلنا. يعني ما ينفعش ان يكون الهزار مثلا اتريق عليك او عليكي، او اقول مثلا ايه ده بص عامل ازاي، ده بص هو اتريق مثلا على حاجة مثلا في خلقة الانسان اللي ربنا خلقها، او في حاجة مثلا ممكن تضايق اللي قدامي. فيبقى الهزار بتاعهم هو جد، بس بضحك شوية عشان طبعا الناس تتقبله. النقطة اللي بعد كده، هي أو هو دايما
بيفكرك بالاخطاء، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو ما كانتش اخطاء، بس دايما بيذكروكم بالاخطاء بتاعتكم في اي نقاش، في اي كلام. طبعا ليه؟ علشان تسكتوا. يعني احنا لو داخلين في اي نقاش مع اي حد، لازم هبتدي افكره بخطأ هو عمله علشان اللي قدامي طبعا يسكت، علشان ما نكملش نقاش وافكره دايما ان هو غلطان. فدي نقطة مهمة قوي. النقطة اللي بعد كده انه او انها دايما بتحرجك قدام الاخرين او بيحرجك قدام الاخرين. يعني دايما تلاقيه هو عايز يعني او هي عايزة تكسر اللي قدامها قدام الناس، او عايزة تقلل من شأنه، وده بيحصل دايما قدام الناس. يعني هم بيبقوا متعمدين ان ده يحصل قدام الاشخاص كلها، علشان انت دايما تكون شخص كده ايه ضعيف ومكسوف ومكسور. فهم بيتعمدوا الإيذاء او بيتعمدوا ان يحرجك بالذات قدام الاخرين. يعني اذا كنت انت بقى في الشغل قدام صحابك، او اذا كنت انت مثلا ده زوج او زوجة قدام الاهل وقدام الاخوات وقدام المعارف، ده بيحصل كتير جدا للشخصيات اللي احنا او للشخصية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. النقطة اللي بعد كده، التعاطف بيكون ما بيكونش التعاطف من القلب، يعني مش بيتحس ان هو من القلب، بيبقى التعاطف تمثيل. يعني ده بعد كده بالوقت هنبتدي نعرف ان التعاطف ده بيكون تمثيل، مش من القلب ده. وعلى فكرة الشخصيات دي بتبقى ممثلة بارعة، يعني بتبقى الشخصيات دي بعد كده بيعرفوا يمثلوا حلو جدا. النقطة دي بقى مهمة قوي، ان الشخصية دي بتتعامل على ان كل الناس اللي حواليها دي مصلحة. يعني انا فلان ده مثلا عايزة اتعامل معاه، اتعامل معاه علشان انا عايز منه مصلحة. انا مش هتعامل مع الشخصية دي لان انا خلاص مش عاوز منها مصلحة دلوقتي. يعني تعرفك وقت ما تكون عايزة منك مصلحة، غير كده هي مش هتعرفك. طبعا في كتير مننا في يعني في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن ما يسألوش على بعض فترة مثلا، او ممكن ما يتكلموش، او ممكن ما يتقابلوش لظروف الحياة. انما مش دايما، يعني مش دايما انا مثلا اتصل بفلانة او انا مثلا اتصل بفلان علشان انا عايزة مصلحة، غير كده مش هتصل. فدي بتبقى حاجة برضو مهمة، يعني دي بتبقى حاجة بتبقى يعني باينة قوي في الشخصيات دي. النقطة اللي بعد كده، ودي نقطة مهمة جدا، اللي هي نقطة الجدال. يعني ايه؟ يعني بيحبوا يجادلوا في كل حاجة وأي حاجة. ده أسلوب حياة، يعني أي حاجة. يعني مثلا لو مثلا بتقول لها عايز مثلا كوباية مية، أو لو هي بتقول له مثلا أنا عايزة حاجة مهمة للبيت، ما يعرفوش يريحوا اللي قدامهم ده ولا يسعدوه. هم عايزين طول الوقت اللي يسعدهم، هم عايزين طول الوقت اللي هو يريحهم، بس هم مش هيريحوا اللي قدامهم بأي طريقة من الطرق. نخش على النقطة اللي بعد كده. على فكرة الشخصيات دي بتكون سليطة اللسان جدا، يعني لسانهم ده ربنا يا رب يعافينا ويعافي كل الناس اللي بتتعامل مع الشخصيات دي. بجد بيبقى يعني طريقتهم في الكلام واسلوبهم وحش جدا. يعني انت مثلا تكون بتتكلم معاهم عادي جدا، لا لازم هما يتكلموا بطريقة وحشة، ويكون اسلوبهم في الكلام يعني تتضايق منه، وتحس ان انت مش مرتاح معاهم في الكلام. ده اسلوبهم وطريقتهم في اي وقت. فمثلا لو انت مثلا بتتكلم معاهم في موضوع، او لو حتى في الكلام العادي،
او فتحت معاهم في اي موضوع بعيد عن الخلافات، يعني هتلاقي ده اسلوبهم وطريقتهم في الكلام، وهم يقولوا لك ان احنا اللي في قلبنا على لساننا. لا، اللي في قلبنا على لساننا ده للناس اللي هي الطيبين قوي، اللي هي بتتكلم آه، تحس ان هي بعفويه. انما مش اللي قلبي على لساني ان انا مثلا اهزق اللي قدامي او ازعله او اقول له حاجه تجرحه. لا، ده مش اللي في قلبه على لسانه خالص، وده ملوش دعوه خالص بالناس اللي هي اللي في قلبها على لسانها. لا، دي بعيده عنهم تماما خالص كل البعد. ان هو ينتقد كل الناس اللي حواليه، بس محدش ينتقده، ولا حد يعني يقرب حتى لمجرد ان هو مش النقد، حتى لمجرد انه يقول الرأي. يعني مجرد ان انت مثلا تقول رأيك او انت تقولي رأيك، ده بالنسبة لهم ده حاجة تولع الدنيا حريقة. ده مش هيبقى حلو ليهم. يعني ده كده بيبقى تداخل معاهم في صراع انك تقول رأيك. ودي من الحاجات اللي بتبقى بتبين قوي الشخصيات دي. يعني لو انت لسه مخطوبة، او انت لسه مثلا يعني متعرفة على خطيبك جديد ولسه مخطوبة له، دي على فكرة من الحاجات اللي بتبين قوي الشخصيات دي. انك مثلا تقولي له على اي حاجة مثلا مش عاجباكي، او تقولي مثلا رأيك في حاجة، فده بالنسبة لهم انت كده يعني بتغلطي فيهم. دي من الحاجات اللي بتبقى باينة قوي وواضحة. لان الناس الطبيعيين او الشخصيات الطبيعية، انك لما تقولي رأيك او انت تقول رأيك عادي ان انا اسمعه، يعني ممكن اتقبله، وممكن يكون رأيك ده فيه حاجة او فيها حاجة طبيعية، او ممكن مثلا انا احس ان كلامك صح او كلامك صح. انما هم بالنسبة لهم لا، بالنسبة لهم انك مثلا او انك تقولي رأيك في اي موضوع، ده بالنسبة لهم كده انت يعني بتقول لهم انتوا ما تفهموش، انتوا ما بتفهموش، انتوا مثلا كده، يعني مش عايزة اقول لفظ تاني والله، بس دي الحقيقة.